الله 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 عليك يا مهيم. ولا تقولي لي صبح كابر ولا تقولي لي عربية في الشارع. اللي يقول لك رايحة فين قولوا له رايحة اكل عند ام هيمة. فتحت مشروع جديد وهنروح ناكل كلنا عندها. نظافة ما فيش بعدها نظافة واكل مضمون في البيت. ايه رأيكم بقى تيجوا نفتح مشروع مع بعض؟ الأول كده قبل ما أبدأ الفيديو حابة أرحب بكل إخواتي وحبايبي اللي معايا في القناة، سواء الجداد أو القدام. وأحب أرحب بكل ضيفة جديدة اشتركت في القناة وأقول لها شرفتيني ونورتيني، ووجودكم كلكم فوق فوق على راسي. يا رب يكون المحتوى بيعجبكم، ويا رب تكون الطريقة بسيطة ونكون إخوات مع بعض. تعالوا بقى أقول لكم على إيه، على مشروع إيه يكسب ده. بجد والله في عربيات بتبيع السندوتش من ده. غالي جدا، وفي عربيات بتبيعه بسيط برضو، يعني تبع المكان وتبع المنطقة اللي فيها العربية. طب واحنا نجيب من بره ليه في الغلا اللي احنا فيه ده؟ ما تيجي نعملها في البيت مع بعض. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه. هتروحي بقى للجزار، تقولوا له هات لي القلب، هات لي الطحال، وهات لي الفشه، ولو بتحب القراقيش بقى قول له هات لي حته من الزور. الفلوس معاكي مكفيه وموفيه في الغلا اللي احنا فيه ده، قول له هات لي كبده. تمام. الاسعار غاليه ومش هتقدري تجيبي كبده، هاتي نص كيلو، هاتي ربع كيلو. بفلوسك هاتي اللي يعجبك، على قد لحافك مد رجليك. قد لحافك يعني. تمام. المهم، لو أول مرة تشوفي قناتي من خلال الفيديو ده ما تنسيش تضغطي على زر الجرس عشان عيلتنا تكبر بيكم، ويا رب أكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش بقى في اللايك وتعليقاتكم الجميلة اللي بتخليني مبسوطة قوي. يعني بصراحة تعليقاتكم حلوة قوي يا بنات. يلا. إيه لو ما بتسيبليش تعليق يا ريت تسيبيلي تعليق، لو بتتفرجي في صمت لا سيبيلي تعليق عشان ابقى عارفة متابعيني الغاليين الحبايب كده. المهم بقى هو الجزار، بتقولي له بتوصيه على الحاجة دي. والكبدة كمان بتبقى بالطلب كده، بتوصيه من الليلة اللي قبل اللي هيذبح فيها. وتجيبي بقى وتيجي تعملي ايه، السندوتشات دي. كل شوية يا ولادي يا ماما عايزين سندوتش، يا ماما عايزين سندوتش من العربية اللي في الشارع. طب قلت لهم طب ما تجيبوا لي كده واحد اشوف العربية دي بتعمله ازاي. المهم، افتح السندوتش الاقيه ما فيهوش كبدة خالص، هو شوية الحاجات التانيين ده، ان كان طحال ان كان فشة ان كان حتة من القلب بتبقى شبه الكبدة وخلاص. بص بقى يا ست الكل، هتجيبيهم بقى وتقطعيهم زي ما تحبي، بس انا بحب اقطعهم شرايح مطاولة كده زي العربيات بتاعت الشارع بالظبط. تمام. وبتمسكيهم تغسليهم حلو، سيبك من الناس اللي بتقولك ما تغسليش الحاجة، لا الحاجة تتغسل في البيت حلو بالخل وبالليمون وتنضفيها. وجبت بقى صينية كبيرة واسعة كده، حطيتها وحطيت فيها المادة الدهنية اللي تحبيها. أنا عن نفسي حطيت شوية زيت وسبتهم لما سخنوا كويس جدا، ونزلت بالحاجة بقى دي ادت لها صدمة كده محترمة كده عشان ما تنزلش مية. وقلبتها، وكمان ايه فصين توم كده يكونوا ناعمين قوي وانزلي بيهم. عايزة تدقهم بقى في الهون زي زمان، أنا عن نفسي دقتهم. عايزة تعمليهم بالهراسة بتاعة التوم، اعمليهم. يعني ان احنا نحط فص ثوم او فصين تبع الكمية اللي معاكي عشان تظبط النكهة معانا. وتجيبي بقى بصلتين محترمين برضو تبع الكمية اللي معاكي، وتقطعوهم جوليان، تقطعوهم شرايح، قطعوهم زي ما تحب. انا عن نفسي قطعتهم جوليان. وكمان فلفلتين كده زي ما انتوا شايفين. ويا سلام بقى لو قرن شطة كده من مولع كده، وتعمليها سبايس يا سلام. انتوا شامين الريحة؟ انا كان نفسي التليفون كمان يخليكم تشموا. والله العظيم ريحتها كانت قلبة الدنيا. والعيال قالوا عليها جميلة يا ماما، جميلة أحلى من بتاعة الشارع. قلت لهم طبعا يا ابني، دي نظافة ومعمولة في البيت. تمام. هتجيبي بقى لو انتي مش هتجيبي كبدة خلاص كفاية الطحال والفشة والحاجات التانية. تمام. ونزلت بالحاجة زي ما انتوا شايفاها كده، وحطيت لها ملح وحطيت لها بهارات. وحطيت لها فلفل اسمر وكمون. عندك البهارات بتاعت الكبده هتحطي منها، ما عندكيش زي حالتي انا حطيت والله العظيم كان عندي بهارات كفته حطيت منها شويه. المهم ان انا تبلتها وخلاص. تمام. الطحينه بقى بتيجي من الشارع خفيفه وملهاش اي طعم. قلت لهم تعالوا. انا بقى اصلا كنت بعتهم جابوا من العربيه دي سندوتشات وحاجات عشان اشوفهم بس هما شبطانين في ايه. وشفتها وكده. قلت لهم لا، ولا سلطتهم ولا طحينتهم ولا اي حاجه من اللي بيعملوها حلو. تعالوا بقى وانا هعملها لكم انا في البيت. عملت هنا الطحينه، هتحطي فص ثوم برضو مهروس كويس جدا. مش حابه الثوم الفريش اللي بيبقى في الطحينه، ممكن تحطي ثوم باودر. كمون، ملح، عندك شويه زبادي ولا شويه حليب. تمام. بميه عاديه خالص. تمام. يعني ما توقفيش نفسك على اي حاجه في الايام دي. تمام.
اهي بقول لكم هي شكلها خفيفه اهي، بس هي هتتساب هتربط وتبقى تقيله جدا. هوريها لكم كمان منديل بقى، ومسحت كده مكان الطبق عشان ما انقلش الطبق في طبق، فاهميني طبعا، وخليت شكل الطبق حلو. لو كان وقع مني حاجه على الرخامه كده اشتلتها. تعالوا هنا بقى اوريكم الزيتون اللي كنا عاملينه مع بعض، فاكرينه؟ الزيتون فتحت عليه وتحفه ومش مسمر خالص اهو، بوريكم شكله، وحتى مش مهري. شايفين الفلفل؟ وده الليمون، الليمونه طعمها حلو، الزيتونه طعمها تحفه تحفه تحفه. كل الحكايه ما فيهاش مراره، ما فيهوش اي حاجه إن كانت. هو كل الحكايه ان هو كان مشطشط قوي بس، والليمونه كانت عايزه تقعد سنه كمان، بس عشان اكون صريحه يعني. انما هو اتاكل كده عادي. تمام. تعالوا بقى تعالوا شوفوا هعمل ايه هنا. هجيب بقى الصينيه كده واقلب واوسع بقى في حته فاضيه كده ما يكونش فيها اي حاجه، وانزل بشويه زيت، وانزل بقى كمان بفصين توم كده اشوحهم في شويه الزيت دول. يا سلام على الريح يا وعدي. تعالوا بقى اما اعمل لكم سندوتشات والله تستاهل بقكم. اشوحها جامد كده لحد ما ريحتها تطلع وتبدا تصفر، وهطشها بقى بمعلقه خل. وهنا ما اقولكوش الريحه كانت عامله ازاي، معلقه صغيره خالص. وقلبي بقى وسيبها تنشف وتكمل سوا وتمام. ايه رأيكم؟ ننفع بقى نفتح مشروع ومطعم ونطبخ كده ونعمل سندوتشات. بظبطتهم بقى هنا شوفوا. عملت لهم طحينة وطلعت بقى الزيتون كمان. عايزه اقول لكم ان الزيتون بتاعي بدأ يخلص قبل رمضان. لكم انتوا تتخيلوا بقى كان طعمه عامل ازاي اصلا، فاهميني؟ المهم بقى جبت هنا خيار وطماطم وفلفل، وهبدأ اقطع لهم كل الحاجات دي كده. نعمل لهم جو بقى احلى من بره 100,000 مرة. كفاية النظافة في البيت. فين اللايك بقى يا بنات؟ فين اللايك؟ عايزة اللايك وعايزة اشتراك وعايزة شير للفيديو. عايزة بصراحة القناة تكبر بيكوا وبأحلى اخواتي وبأحلى ناس بتحبني، ويكون يكون المحتوى عاجبكم ويكون بحب كده. تمام. قطعي بقى الطماطم زي ما يعجبك، وقطعي كل حاجة زي ما تعجبك. بصي بقى عايزة اقولك على حاجة. هاتي على قد فلوسك. يعني مش شرط تروحي تجيبي الطحال كامل وتجيبي القلب كامل وتجيبي كيلو كبدة. لا، هاتي على قد فلوسك. معاكي الكبدة غالية نار الايام دي، عشان اللحمة غالية والدنيا كلها غلت. فهاتي انت على قد فلوسك. تمام. يعني ممكن ما تجيبيش كبدة لو معكيش تكمل تجيبي كبدة، ممكن تقول له هات لي بس نص الطحال، مش عايزاه كله، فاهماني؟ مشي بيتك على قد ظروفك. مفيش حد احسن من حد في الايام اللي احنا فيها دي. كل الناس بتشتكي، اللي معاه واللي ما معهوش، وكل الناس بتشتكي. مشي بيتك على قد ظروفك. تمام. بعدت جبت بقى عيش من ده، وجبت جرجير وغسلته. العيش ده جميل، انا بنقول عليه عيش ملدن، مش عارفه بقى في البلاد التانية بيقولوا ايه. ودخلي بقى السندوتش في بعضه كده، الرغيف جوه بعضه كده، وبليه بقى كده من الصينيه. مش عايزه تبليه عشان ما تعوصيش ايدك، خلاص مش مشكله. وحطي بقى الحاجات الجميله دي. وحطي عود جرجير، وحطي بقى شويه طحينه تخينه ازاي، وحطي كل اللي انت عايزه تحطيه في السندوتش. والله العظيم كان طعمه حكايه، وكان العيال اكلت وشبعت، ويقول لك هاتي كمان رغم ان هم شبعانين عشان طعمه حلو قوي يا ماما. بتقول لهم بالف هنا يا حبايب ماما. وعايزه اقول لكم الاكله مش غاليه ومش مكلفه ولا اي حاجه، واحلى من بره، وادفع فلوس وادفع دنيا ليه اهو. ونضيف كمان ومليان. عايزه اقول لكم بره حاطينه كله جرجير وحاطين معلقه واحده بس. يا رب اكون قدرت افيدكم باي حاجه النهارده، ويا رب يكون الفيديو عاجبكم واكون خفيفه على قلوبكم. وده كان شكل اكلنا النهارده، وبالف هنا وشفا للي اكل، وبالف هنا وشفا للي هيجرب. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما.